إلى الرأي العام والمنظمات الحقوقية على شعوب المنطقة إدراك ما تخطط له الدولة التركية والحكومة الإقليمية على كردستان وعلى رأسهم البرزاني بأنهم يريدون إتمام مهمتهم الدنيئة التي بدأوا منذ عام 1998 عند خططوا لاعتقال القائد عبد الله أوجلان في شخصية يستهدفون إرادة الشعوب، لأنهم يستهدفون النساء اللواتي لا يقبلن الظلم والاستعباد من قبل السلطات الدولية الذكورية، ولأنهم يخافون من إرادة المرأة الحرة وأزادوا اغتيالهم للرفيقات الناشطات المناضلات، وأن الحرية المرأة هي نواياها حرية المجتمع. لذا ندين ونستنكر استهداف النساء أينما كانوا، وأخراها كان استهداف جينا مين وزينب صاروخة، واليوم يستهدفون الناشطة الحقوقية المناضلة انكهانا كراسي في باشور كردستاني. فنداءنا إلى المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن: أين ضغوطكم على هذه الحكومة الفاشية لتوقف عن قتل المرأة؟ لأن المرأة هي حياة، وكلنا جيانا وكلنا زينب وكلنا انكهانا، أرواحهم الرحمة والسلام شهيداتنا في قلوبنا أحياء لا يموتن. فلتسقط الحكومة الفاشئة التركية وعلى رأسها حكومة أردوغان، فلتسقط الخيانة. عاشت المرأة حرة، عاش القائد عبد الله أوجلان شهيد نامري مجلس المرأة عوائل الشهداء.